بجملة واحدة رح أختصر المقدمة. كان ضيفي بالموسم الأول من سؤال جواب 101. كل العالم بتحبه. أنتجنا بالموسم الأول حلقة مليانة صراحة وعفوية، ولا يمكن يبلش الموسم الثاني وما يكون ضيفي. قادر معروف، أهلا وسهلا فيك للمرة الثانية على موقع سياسة 101، وعلى الأكيد في مرة ثالثة ورابعة وخامسة. أنا بتشكرك لأنه استضفتيني بأول مرحلة وبأول موسم وهلأ بتاني موسم. ميرسي كتير، ميرسي كتير على المقدمة الحلوة. ميرسي لوجودك. رح نبلش بالمجازر اللي عم بتصير بغزة والإجرام والمشاهد اللي بتوجع القلب. هل بتشوف لبنان قادم على حرب؟ لبنان قادم على حرب؟ أنا برأيي إنه التمني تبعنا كلنا إنه ما يكون لبنان قادم على حرب. اليوم نحن عم نتعاطى يعني مع عدو ما بتعرفي شو أهدافه اليوم، وشو طالع عباله يعمل، وما بحياته يعني هيك كان مريحك يعني من 75 سنة لليوم. هلا اكيد في قوه ردع صار بيضرب حساباته اكثر من قبل. توقعاتي انه ان شاء الله ما يصير فيه، ولكن بضل واحد تارك هيك علامات استفهام، لانه الموضوع مش بايدنا يعني. إذا لا سمح الله في حال حدوث حرب، هل قولك رح تقتصر هيدي الحرب بين لبنان وإسرائيل، أو هي حرب عالمية ثالثة بمشاركة ورعاية ودعم وحضور دول كبرى؟ يعني لحديت هلا اصلا هي بطلت بس محصوره بغزه. يعني اللي عم نشوف اللي عم بيصير بالضفه، عم نشوف صواريخ من اليمن، عم نشوف عمليات من المقاومه بجنوب خاصه بمزارع شبعه، عم نشوف الحشد الشعبي عم يضرب يعني مراكز أمريكية إن كان بالعراق ولا بسوريا. يعني ديجا هلا عندك الموضوع بلش. برجع بقول لك نتأمل ما تكبر أكثر من هيك، نتأمل يصير في وقف إطلاق النار، ونتأمل إنه إسرائيل ووراها أمريكا كمان يخففوا شوي ويشوفوا يعني بس يعملوا حساباتهم بمحل معين. الإنسان المنطقي مفروض إنه يتعلم من التجارب السابقة. طب هيدي غزة منطقة محاصرة، مراقبة، فقيرة، أجهزة المخابرات خارقتها بطريقة غريبة الشكل، العربية والإسرائيلية والأوروبية والأمريكانية. وبرضه هيدي غزة، إذا واحد بيشوف تطور العسكري تبع الفصائل الفلسطينية فيها من وقت ما فلوا وانجبروا يفلوا الإسرائيلية، يعني مش برضاهم فلوا، جبروا لأنه ما عاد فيهم يضلوا فيها، وعملوا حزام حواليها وكل شيء. طب بعدين صار في عدة حروب، 2008 2009 2011 اذا ماني غلطان، 2014 19 20، يعني صار في كتير حروب. وما بحياتنا شفنا قوة المقاومة الفلسطينية رجعت لورا. كل مرة بكل حفلة جديدة بكل حرب جديدة عم نشوفهم عم بيكونوا أقوى وعم بيكونوا فعالين أكثر. تصور إليك اليوم وين صاروا. صرنا رح تقريبا صرنا شهر رح يصير لها المعركة، شهر بعدهم عم يطلقوا صواريخ، بعدهم عم يعملوا عمليات، بعدهم صامدين. هيدا الجيش الذي لا يقهر اللي كان بست ايام يشيل جيشين ثلاثة عربية، بعده لليوم مدمر وعامل مجازر، بس انجا قال بعده على اطراف غزة. تصور يعني وين كانوا وين صاروا. بقى انا برأيي اليوم واحد مفروض الرؤوس الحامية تبرد شوية، ويروح واحد على مفاوضات على حل الدولتين، لأنه لو مهما عملوا خلص ما في. ما عم يتعلموا انه جيل عم يجي اقوى من جيل اللي قبله وعم يأذيهم اكثر. يعني معركة 7 اكتوبر تمام مش عم تركب لا بعقلهم ولا بعقل بعقل اللي بوجههم يعني. اللبنانيين عايشين على أعصابهم، والعدو عم بيهدد لبنان وركز على المناطق المسيحية. هل هيدا نوع من فخ لإشعال نار الطائفية بلبنان بهيدي المرحلة بالذات؟ اكيد يعني ما بدها اثنين يفكروا فيها. يعني انه عم يجرب يهدد بعض المناطق المسيحيه، وعم بهيدا انه مشان العالم فكروا انه يقلب الرأي العام والعالم تروح تعمل مشاكل بين بعضها والهيدا. قد ما كان عندنا مشاكل داخليه بلبنان، وعندنا مشاكل كثير داخل لبنان، بس وقت يجي الاسرائيلي بفتكر انه 90% من اللبنانيه بيتوحدوا.
على أوتوستراد دبي شفنا المجازر وتكسرت أرزاق الناس اللي هي أساسا ما خاصة. أنا ما عم دافع، وصح طريق القدس ما بتمر من دبي، بس هذا المشهد ما ذكرك شوي ب 17 تشرين؟ يعني ب 17 تشرين لا كثير، يعني 17 تشرين كانت شيء واللي صار بدبي شيء ثاني بطبيعة الحال. يعني اللي صار بدبي بعد لليوم كمان انه شو له طعمه، شو فاد، ضر ولا فاد؟ ما اخر شيء واحد بالميزان، انه بحط الموضوع بالميزان. هيدا المشهد بدبي في تعاطف كتير كبير نحو اللي عم بيصير بفلسطين ومع القضية الفلسطينية، وهذا هيدي طريقة التصرف ايه يعني ضرت وما فادت. مشان هيك واحد بده بامور مثل هيدي ما بده يفش قلبه. يعني السفاره الامريكانيه بعيده مدري قد ايه عن مطرح ما صار. اوتوستراد دبي بعيد كيلومترين، يعني واحد ينزل يسكر اوتوستراد، شو بدك تسكر اوتوستراد؟ انا برايي هول المواضيع لازم تكون مراقبه اكثر من قبل المنظمين، لانه ليك قد ايه صار في حكي واخذ ورد وهذا، وصاحب الجاليري شو له يعني مشان يدفع حقه. واكيد في اشخاص تانيين متضررين، يعني مش بس تحكي عن صاحب الجاليري هذا. بس انه انا برايي اليوم التظاهر شغله منيحه، ولكن يحول اياها مفيده اكثر. التظاهرة اللي صارت بلندن ولا بنيويورك ولا بمدريد ولا اللي عم بتصير حول العالم، اللي هي ما عم بيصير فيها تكسير وعم بيصير فيها اطلاق شعارات ودعم، ولا اللي بيصير هون بيصير فيهم شغب، واضح انه هديك فعالين اكثر. طالما أنا جبت سيرة ثورة 17 تشرين، بدي أسألك سؤال: هل ثورة 17 تشرين ساعدت لبنان أو خربته؟ يعني انا سوري ما تاخذيني بالكلمه، اسم ثوره يعني اوكي هيك صار مصطلح بنستعمله تنعبر عن مرحله معينه ولا شيء، بس انه اخر شيء بعد ما خلصت ورجعنا فتنا وصار في انتخابات وخلصت هاي الامور، يعني كانت ثوره مركبه بين هلالين، كانت شيء مركب يعني. واضح انه كان شيء مركب، والمعنيين يعني بعض المعنيين يعني انفك لسانهم وصاروا يحكوا ويخبروا كل هالمواضيع هذه. فهلا ضرت ولا فادت انه واحد يحملها كل شيء؟ لا، بس اكيد انه في طبقه سياسيه استفادت من هالانتفاضه الشعبيه تتقطع كثير قصص، يعني ان كان من افلاس البنوك وضرب الليره وكل هالاخبار هيدي، يعني صارت تحت غطاء هالتسكيرات اللي صارت لمحل معين. يعني كمان رجعنا شفنا بعد فتره وهن عبروا عن حالهم، احزاب قالوا انه خي ايه اوكي اول يومين ثلاثه العالم انجرت ونزلت، بس بعدين نحن كنا عم نسكر الطرقات، ونحن كنا ايدين الشارع، ومش انه يلي مفكرين حالهم عم بيقولوا انه هن ثوره. وبمحل معين بالمناطق اللي نحن عايشين فيها مزبوط كان معهم حق، يعني كان معروفين وجوههم، يعني بنعرف بعضنا نحن، يعني اللي كان عم يسكر جل الديب، اللي كان عم يسكر الذوق منني، وانه بنعرف بعضنا، يعني مش انه. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حمل ورقة حماية لبنان والوحدة الوطنية وزار كتل سياسية مختلفة. رح توقف على كذا نقطة. سمير جعجع وصف هيدي المبادرة باستغلال الناس. أولك لو زاروا الوزير باسيل ما كان وصفها هيك؟ لك اصلا هو رافض الحوار، يعني على باز، يعني من قبل ورقه الاولويات الرئاسيه التيار الوطني الحر برا مع كل الاحزاب واعطيهم تصور. اليوم بالعمل السياسي واحد شو بده يعمل؟ بده يتحرك، ضل قاعد ناطر مطرح ما هو يعني. واذا طلع عمل اطلالات اعلاميه، الانتخابات كل 4 سنين، اذا رح تضلك بلا ما تعمل خطوه مع حلفائك ومع اخصامك ما حيتغير شيء. يعني اذا واحد ضل قاعد على التله فوق بمعراه وما عم يتحرك ويطلع بيطرق نظريه ساعه بده يعمل هيك، نحن فينا ونحن بدنا، شو فيك وشو بدك؟ لك شو طلع بين انه هذا النظام فيه مشكل مع كتله نيابيه وازنه على راسنا وعيننا، وين بتصرفها هيدي؟ انه بتقعد بتقول انه انا ما بدي احكي. خي كيف ما بدك تحكي مع الباقيين؟ انه فيك تفسر لي كيف بتركب؟ كيف تركب رئيس جمهوريه؟ كيف تركب حكومه؟ كيف تقطع قانون؟ انه حلو واحد يضل قاعد هيك. انا شاكك انه سمير جعجع والقوات اللبنانيه من الافرقاء يلي يمكن مبسوطين بهذا الفراغ ومعتبرين حالهم انه والله يمكن هن
عم يكسبوا شعبيه. يمكن هيك مفكرين، ما بعرف، هي على الارض منا هيك، انه يمكن هيك مفكرين، لانه بتحسيه واحد وقت يكون قاعد ما بده يشوف وما بده يعمل مبادره وما بده يعمل خي، شو ناطر انت؟ طب هذا الناس بتشبع شعارات مثل شعاراتها، انه في حدا بده يفوت على المستشفى، في حدا بده يدفع قسط اولاده، في حدا بده بدك تحكي مع الكل. وبعدين البلوكات بمجلس النواب معروفين، يعني مش انه والله شيء كتير هيدا، في بلوكات كبيرة وفي عالم بالمفرق يعني. انه اخر شيء بدك 65 بدك 86 بدك، يعني في هول الارقام واحد بده يتعاطى معهم. ما انتوا اللي ماضيين اصلا يا اخي، انتوا اللي ماضيين واللي بتحكوا مع بعض لحديت اليوم ما عندكم قدرة تعطيل جلسة رئاسة جمهورية. مش انتوا قلتوا انه اذا في حال نحن خي منك قادر تعطل ب 32 واحد. الفريق الثاني يمكن عنده قدرة التعطيل، انت ما عندك قدرة التعطيل. مش عم نقول انه لازم ولا مش لازم ولا منيح ولا مش منيح، مش عم بحكي عن هيك، نحكي عن المبدأ. بس عم بحكي انه انت ب 32 قديش بدك توصل لل 65؟ بدك تحكي مع عالم، ما بدك تحكي مع التيار. خي روح احكي مع حركة امل يمكن ترتاح لهم اكثر. الاشتراكي روح احكي معهم، انت اذا عم تحكي معهم طب ما هن مختلفين معك على كثير امور. طب قوى التغييريين، ما يسمى التغييريين سموا حالهم، طب اوكي عم تحكي معهم منك ضابطهم كلهم، منهم متفقين معك كلهم. شو بدك عمر فيصل كرامي وتكتله؟ انه ما عم بفهم انه في واحد وواحد بيعملوا اثنين. حلو واحد يضل قاعد ويحكي نظريات، بس بده يتحرك، بده يبادر، بده يروح، بده يقول هذه موازين قوى بدي اتعاطى معها. الا يطلع يقول انا والله قاعد فوق، بتعرفوا شو انا ناطر ل 2026 بركب ل 2026 بعمل انتخابات وبجيب فيها 65 70 صوت. يمكن يطلع يصارح جمهوره واللبنانيين يقول هو هيك بده اياهم بلوك واحد لقلب جايبته، وهو منه مستعد حتى مع اللي يمكن يكونوا قراب معي هيك. أقولك ليش رؤيته السياسية ما عم تزبط معه؟ إنه آخرها لانه أو وقت واحد أبرز. يشتغل، وقت واحد يشتغل لك، وقت واحد يشتغل على ردة الفعل وعلى النكد وعلى الحقد بيوصل لهون. انه حدا يخبرني انه شو صار، يعني من الاول، ما بدي احكي من قبل، من اول ما ظهر من الحبس لهلا، ايه شو زبط معه؟ يعني بيطلع شو بدنا حدا يبرج لنا شو جاي، مش الحايق اشطر منه يعني. شو ما عم انه القليل بيصيب، بدنا نرجع نقول شو صاب هو. بس هو صاحب شعار بده فيه. لكنه عن جد شيء بضحك انه بده فيه، انه شو بده، انه شو قدر يعمل اليوم، شو صار قاعد عم بيقول عن جد انه قديش قعدوا جامعته حكيوا عن ال 29 نايب. تذكر انه انتم معكم 29 نايب وانتم معكم 10 وزراء بمجلس الوزراء وانتم عندكم رئيس جمهوريه. وقتاش كنا نجاوب ونقول له شو ايه مزبوط هالشيء، بس هول ما بخولونا ننفذ برنامجنا، لانه صلاحيات رئيس جمهوريه تخلصت بعد استيفاء الطائف، لانه بمجلس الوزراء 10 ما بكفوك، بدك 15 16 وزير يوافقوا معك على المشروع، واحيانا 20 21 واحد. بمجلس النواب بدك 65. طب اذا هول الثلاثه ما معك اياهم ونحن ما كان عنا اياهم، اوكي، حتى مع ما يسمى كان انه والله فريقنا، وهذا فريقنا بشو؟ انه نحن كنا متفقين مع رئيس البري على الخطه الاقتصاديه؟ لا. حزب الله كان يجارينا بكل مشاريعنا؟ لا. دونك انت ما عندك اكتريه. وقت انت قبل الانتخابات تطرق شعار بدنا وفينا، يعني انت في شغله من اثنين: او عم تكذب على هالناس عارف حالك انه ما رح تقدر تجيب 65 وتعمل حكومه ومع تركيبه هالبلد الصعبه، او كمان عم تكذب على الناس لانك عارف. كمان بعدنا بزيارة الوزير باسيل، وهالمرة لسليمان فرنجية يلي أنتجت كتير تحاليل خاصة إنه الوزير باسيل بعده مصر على عدم انتخاب فرنجية لرئاسة الجمهورية. يعني فينا نعتبر إنه الوزير فرنجية حليف الوزير باسيل بكل الأمور المتعلقة بلبنان باستثناء الرئاسة؟
اليوم جولة الوزير باسيل اجت على خلفية اللي عم بيصير بفلسطين وبالمنطقة والحدود الجنوبية. يعني ما اجت بخلفية انه والله نحن الدنيا بألف خير، وهذا انه لا، في شيء كبير اكبر من انه نحن نكون يعني خلافاتنا الداخلية. اليوم في شيء كتير كبير، وهذه العناوين اللي حملها الوزير باسيل وبرم فيها على مختلف الافرقاء. وبطبيعه الحال يعني موضوع الرئاسه ايه كان في تحميس انه اللي يمكن لازم هذا الموضوع ما ينحط بالثلاجه لانه اليوم بحرب، بالعكس هذا الموضوع يمكن يفيد، بس بمحل معين كمان حط الخلافات على جنب وقال خلينا نروح نتطلع بالامور الكبيره، بموضوع النازحين، بموضوع لبنان شو كيف بدنا نحميه من اللي عم بيصير حواليه. هول القصص اللي المفروض نحن ننتبه عليهم. بشو زعلكم الوزير الفرنجية بعهد الرئيس عون؟ اول شيء هو ما بادر يعني الوزير الفرنجي، وبتعرفي انت انه كل الوقت يعني ان كان وقت تشكيل الحكومات ولا بالمواقف السياسيه ولا يعني ازعج انه كان خصم. ازعجنا يعني انه ما كنا عم ننام الليل، لا، بس انه كان مفروض يعني من قبل ما يعمل رئيس عون رئيس جمهوريه. يعني صار في خلاف ديجا وقت فترة هو صار محمس بده يعمل رئيس جمهورية والموضوع ما كان ماشي. بالسياسة عادة بيقولوا كل شيء قابل للتغيير، هل ممكن يجي نهار ويتبنى الوزير باسيل ترشيح سليمان فرنجية؟ يعني قال هو حط شروطه للموضوع، يعني مش انه بيتغير وما بيتغير وشغلة ما ممكن تتغير. قال اذا بمحل معين فيها القوانين هالقانونين اللي هن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني وبينقروا قبل انتخاب الرئيس، نحن ما ممكن نعتبر انه هول شغلتين كتير مهمين للبنان وممكن نروح لهالشيء. دونك شيء مسكر نهائي لا، يعني ما رح نعمل مثل القوات اللبنانية انه ما ننزل وممنوع التشريع، وتشريع ما في شيء اسمه تشريع الضرورة. ما تركوا حبر ينكتب وما تركوا ريق بتمهم الا ما حكيوا عن عدم التشريع. وهلا شافوا انه والله بركي لازم نحن نبادر ونركض ونجدد لعماد جوزيف عون، راحوا قدموا اقتراح انه يعني انه ليش بتسكر على حالك هالتسكيره؟ ليش بتسكر ويصير بيطلع لك قال هول واحد ريزون ديتا وما بعرف شو. حبيبي ما كنت عارف انه انت في انه في شيء اسمه ريزون ديتا، انه في شيء بلد بمنطقه، في شيء اصلا اسمه ريزون ديتا. دونك على شو انت عم تسكر على حالك ايه نهائيا وترجع بعدين بتطل راسك في شيء اسمه ريزون ديتا؟ ما انه معروفه انه شغله ما بحياتها صايره بالدنيا يعني. دونك انت من الاول هيك صار انه هن شعارات كبيره، انه هلا وعيوا انه ايه بس هيدي من أو لك مكيب التيار هيك بيعملوا؟ أو مكيب ما حالهم؟ مكيب حالهم مكيب الطيار مطلوبه منهم، ما يعني ما بدك تعرفي يعني انه شو. سنة على الفراغ، بحسب الوزير باسيل المبادرة القطرية بعدها قائمة على الاسم الثالث. مين هذا الاسم الثالث؟ على الأكيد مش أنت لأنك كاثوليك. كتر خير الله. واضح انه نحن من اول وقبل ما نفوت يعني من اول ما يعني قبل ما يفل الرئيس عون بعبده كنا نحن واضحين باستراتيجيتنا انه نحن تنطرح نحن مرشح ما حنطرح مرشح نحن، لانه معروف النكد السياسي والهجوم اللي ممكن يصير عليه، وفي عالم مفتكره انه خلص هي نحن بس بكفي نكون نسقط مرشح او داعم او جبران باسيل او هيدا بنكون ربحنا، الباقي شو بيصير بالبلد ما فرقانه معه. طب نحن عارفين هالشيء، ليش بدنا نحط حالنا بمحل نصفي كل ما عملنا شيء ناكل قواص ومش قادرين نحكي مع حدا؟ نحن من الاول لما ما رح نسمي حدا، ما رح نسمي حدا، مشان هيك ما طلع ولا اسم من عنا. جيبوا اسم ممكن تتوافق عليه باقي القوى السياسيه، طرحون. نحن في عالم علنا بنقول عنا لا، وفي كذا اسم معروفين، ومن تاني ميلة في عالم نقول انه هالموضوع بنطرحه وبنشوفه وبندرسه. هذه هي استراتيجيتنا من الاول.
دونك تا واحد يجي ينطر منا نحن نسمي له اسم اليوم، بفتكر يحو صار في تقاطع على الوزير جهاد أزعور، مشينا فيه. بس انه نحن طرحناه ونحن دعمناه، لا، نحن كان بين الاسامي اللي ممكن نحن نقبلها، وهذا اللي صار، وجربتنا العالم وشوفت انه مزبوط. قولك بعدنا هلأ ضمن مرحلة حرق الأسماء؟ بفتكر ليكي اليوم في مرحلة جديدة بلشت، يعني كمان ما بدنا نكون هيك نجرب نتصور انه طريقة التعاطي رح تصير مثل ما كانت قبل. يعني اللي صار كمان بالمنطقة وبفلسطين وبلبنان وبهيدا عم يخلق واقع جديد. نتأمل يعني نحن انه شيء انه تروق شوي الامور، يعني لا يصير في نظرة مختلفة، لانه عن جد البلد ما عاد بيتحمل، والعالم تنزل عن الشجرة، وهالسقوف العالية اللي كل واحد حاطط لي اياهم يرجع يخف البخار براسه ويروح شوف كيف بدنا نلاقي حل، لانه ما فينا بقى نكمل هيك، والناس مش قادرة بقى تتحمل. ما بفتكر حدا بقى بياكل وبيشرب وبينام وبياخد ادوية بالشعرات، بده شيء فعلي على الارض. كمان بسنة على الفراغ، كيف بتقيم حلقة سمير جعجع ورؤيته المستقبلية للأمور ومقارباته السياسية؟ وكان شعار القوات تزامناً مع الحلقة 17/01 الآن: جيشنا أمننا وأمانتنا وأمننا. كيف بتقرأ هالحب للجيش؟ ليك بدي لك شغله، ما صار لي احلى الحلقه، ما صار لي احلى الحلقه. اليوم على بكره كمان جيت قلت بركي بالجرايد بجرب شوف، ما لقيت شيء مهم بالجرايد، يعني ما في ولا جريده. يعني في على احدى المحطات التلفزيونيه بيقولوا عناوين الصحف كلها سوا، اكيد باول صفحه ما كان من جاب خبر حلقه سمير جعجع. ساعتها انجبرت، لانه عارف حالي رح اعمل معك انترفيو ممكن تساليني، جبرت فوت بحبش شوي على تويتر وعلى شو طلع انه معك؟ طلع معي اللي حكيتي عنه، انه هيدا التركيز على 17/01، انه خلي هلا حزب الله يترك جنوب ويسلم الجيش اللبناني ويطلع يقعد ورا. مو هذا يعني هيدي استراتيجية، يعني انه اليوم نحن بنص دين حرب، انه اليوم بفهم واحد بيقول بعدين بيقول، بس انه اليوم هيك عم تصوري انت انه اليوم هيك حزب الله يجي يطلع اليوم، مثلا اليوم بعد الظهر يطلع السيد حسن يقول نحن والله قررنا هلا انه خلص ننسحب ونطلع، نطلع على البقاع وعلى الضاحية وخلص انه يعني ما كمان في منطق معين واحد، بغض النظر انت معه انت ضده، عاجبك مش عاجبك، بس انه في جدية، في جدية خي، مطلبك اوكي وبدك تحكي فيه وما بدك شيء اسمه كلهم، بس انه انت طرحك هيدا برأيك انه خلص بيمشي اليوم، يعني انه عن جد هيدا بده يمشي اليوم، انه انت بمنطقة عم تغلب. برجع بقول لك بغض النظر حق مش حق 17/01 جيش لبناني شو بده، بس انه بتطلع بنص دين الحرب بتطلع بتقول يلا انسحبوا يا شباب بكره على بكره لورا، انه عن جد منه جديه، منه جدي. خلينا نحكي شوي بالملف الاقتصادي. انتو بدكن وفيكن تلاحقوا رياض سلامة، والنتيجة انتربول، ادعاءات وتحقيقات أوروبية. اليوم موجود ببيوته مش ببيته بلبنان، بيتنقل بيناتهم. مين لهلأ مانع توقيفه؟ مانع توقيفه عن جد، انه اليوم وقت واحد يحكي عن منظومه، إنه اخر شيء في هيدي المنظومه يلي مألفة من عدة شخصيات وأحزاب، يمكن فيهم حركة أمل، الاشتراكي، بعض رموز تيار المستقبل، غيرهم وغيرهم. طب ما تقولي لي ما بنسمي، بس انه في حدا، في شخصيات كمان زعماء مناطق وهيدا بمحل معين، رئيس الحكومة المئاتي كل، يعني هول واضح انه ما بدهم رياض سلامة هيدا. وبتحسي يعني رياض سلامة وقتها كان بعده حاكم وكل شيء، حتى بكل وقحنة كان عم يجرب يمدد بعد لحاله من ميلة، ومن ميلة تاني مرتاح انه انا مكامش عليهم كلهم، هيدا مش معقول يتركوني.
وبتعرف تتذكري هيك صاروا يطلع تسريبات انه في فيديوهات ويو اس بيات موزعين، واذا نحط الايد علي فاضح كل شيء، وحكي عن ينفجروا هولا. انه هول بيروحوا، واذا صار لي يعني هيدا كله مبين انه وخلص الزلمه وما عاد مفروض ما يكون عنده. طب ما محمي من اجهزه لبنانيه، مين مواكبته يعني؟ مين مواكبته؟ طب رياض سلامه هون الزعل، هون الزعل انه انا ما عم بقول رياض سلامه هو السبب الوحيد لازمتنا الاقتصاديه. طيب بس رياض سلامه ركن اساسي باللي وصلنا لهون، شخص اساسي. طب انتوا اليوم يلي نزلتوا عملتوا ثوره طويله عريضه مشان 6 سنين، طب اليوم عندكم واحد اذا كمشتوه ممكن يكرر لكم المسبحه، ممكن يكرر لكم المسبحه. ليش عم تروحوا هالفرصه؟ بس بمحل معين لانه التيار الوطني الحر والله سابق بعض الافرقاء، طبعا نقول الكل لانه في شركاء لو يمكن منا متفقين معهم بالسياسه بس كمان ماشيين بنفس هذا الخط، بس لانه هيدي خلص ما بدنا نعطيه كريدي، لانه اذا انكمش رياض سلامه وكررت المسبح. برجع بقول لك نحن ما عندنا مشكله، عن جد ما عندنا مشكله. طب ما الوزير باسيل عنده عقوبات، طب وهذه العقوبات نورمال ما يعني واحد ترفعوا له السريه عن كل شيء، شو طلع معهم لحد هلا؟ طب ما في ملف، ما في قصقوصة ورق؟ ليه؟ ولا مخابرات أمريكانية، مخابرات أوروبية، مخابرات عربية، حاكم مصرف لبنان ضده، منظومة. طب يطلعوا يقولوا يا خي أنت عامل كوميسيون هون، أنت عامل هيك هون. بعد لهلا 3-4 سنين، صار 3 سنين يمكن صار له عليه عقوبات، بعد ما في شيء، في شيء ومنه يعني انه ليه رياض سلامه اليوم بعده عم بينط حر؟ بعدين بتتذكري وقت كنا نقول انه بكره بده يجي وبكره بده يدعوا عليه، كيف كانوا يضحكوا علينا؟ هالفرقه الصحفيين هول يطلعوا يطبلوا ويزمروا ويضحكوا. اليوم وين هن؟ كانوا يدافعوا في اسم كبير، كانوا يدافعوا، بعضهم عم بدافعوا. لك يعني شو عم العالم تعرف بعضها، العالم تعرف بعضها انه ماشي الحال. ما كل العالم اذا مش كانوا على البيرول تبعه كانوا موظفين بمصرف لبنان، اذا مش كانوا موظفين بمصرف لبنان كانوا يعملوا عشواتهم وسهراتهم بمؤسسات تابعة لمصرف لبنان. نعرفها للعبة يعني، ماشي الحال. بالموسم الماضي حكينا عن النزوح السوري وآثاره وتداعياته. اليوم بعد سنة بعدنا ما طرحنا، ولكن مع أرقام زيادة ومخاوف زيادة. كمان بعد سنة في كتير آراء تغيرت، يعني من بعد على دم القوات النازحين مش راجعين، أصبحت القوات اللبنانية اليوم مع عودة النازحين. شو مغير الأحوال؟ ميو فوتار كو جامي؟ ان شاء الله ما تكون بالحلقة الجاية كمان نصفي حق علينا نحن وهن حاملين اللواء الأول. بالموسم الثالث يعني أنا ما بستغرب، ما بستغربها منهم يعني. مثل كتير أمور بيبقوا مبلشين ورا ورا ورا، بيشوفوا انه الموضوع لا يا عمي هذا انه بيصيروا عم يدعسوا عليك وهيدا، واخر شيء وبلق لك عن جد. اذا بتسمعي اذاعاتهم وهيك وحتى نوابهم بكل حديثهم بيقطعوا بموضوع النازحين انه هيدا حق على التيار وحزب الله. بيقطعوا نواب بيقطعوها يعني، انتبه مبين انه شغله معممه عليهم، انه بكل كلمه بدك تقول بدك تقطع، وباذاعتهم وهذا بدك تقطع انه موضوع النزوح شيء اساسي. مش كده بخي ما حدا قابضك، انت بدك تخلي هيدي محو الذاكره الجماعيه كلها سوا يلي صار لها من 2011 ل 2000. امبارح شفت على اللعبه، امبارح فت على اللعبه على موضوع النزوح، لكل كلمه وكل خطاب عملها وكل زياره عملها لعرسال وكل دفاع عن موضوع النازحين. رح تخزقوا ثيابكم بعد شوي، خلص متكلين انه يلا ايه اوكي منين بكره بتنسى العالم. ونحن صار شو صار بده يبعث كم واحد يضربون للنازحين السوريين انه هن حامين. لا يا حبيبي مش هيك، لا تنبطح وتمسح حالك مثل ما كنت ماسح حالك اخر 8-9 سنين، ولا ترجع تفوتنا بالحيط هلا من ورا حقدك وانك تذكرت انك مقصر كثير بالموضوع.
واللي عم تعمله هلا عاملينه قبلك من زمان. روح اوكي، هلا خلينا مش زعلانين نحن انه انت قربت علي هذا الموضوع. خلينا نشتغل كلنا سوا بكل المناطق مع كل البلديات، انتو ونحن وغير احزاب وهذا، مشان اللي بيتطبق من خلال البلديات نقدر نعمله عبكر، وبلا حكي عالي السقف وتفتكروا انه قادرين تحطوا حق علينا والعالم تصدقكم. ما خلص. اكثر من جنرال عون باليونايتد نيشن واحد هيك مره قال ايه شو عمل حبيبي دفع حقها ميشيل عون، هيدي وقت الورقه اللي رفعها وحط النقط الحمر على المخيمات السوريين النازحين السوريين، دفع حقها. شو كان ثمنها؟ جزء من 17 تشرين كان ثمنها. شو بده هول هن دعم المقاومه ورفض توطين النازحين والفلسطينيه. شو بعدين شو ليش مش هن ذاتهم كمان اكل العقوبات عليهم الوزير بسيد؟ يعني انه شو ما بنعرفها الغنيه صارت هي ذات. عنا أكثر من مليونين نازح سوري بين مسجل ومش مسجل وشرعي وغير شرعي. ما فينا ننكر إنه الوضع الأمني على المحك. إذا تسلح بس 50,000 منهم شو بصير فينا؟ قولك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي متدارك هيدا الوضع؟ مثله مثل غيره كمان تداركوا الموضوع بس مأخرين. بس الفرق انه في عنده خطوات مفروض يعملها كرئيس حكومة أكتر، لأنه هو يعني رئيس سلطة تنفيذية. إيه؟ ما عم يعملها لأنه خايف الرئيس مئاتي من ردة فعل المجتمع الدولي. هيدا الفرق بينه وبين الرئيس عون. رئيس عون ما خاف من ردة فعل المجتمع الدولي، قال هيدا الموضوع مني قادر اسكت عنه ولا قادر. بس كمان الحكومات ما كانت كلها بايده. يعني وقت كان قادر يشتغل عمل خطة، مجلس الدفاع الأعلى حط تصوره للموضوع، بس آخر شيء إذا السلطة يلي بينفذ على الأرض ما نفذ، إنه ما فيك تعمل شيء. قولك سبب خوف نجيب مئاتي من المجتمع الدولي هو مصالح خاصة؟ طبيعي، بدون ما واحد يعني يفكر مرتين. شو هو أكتر تصريح من سياسي استفزك مؤخراً؟ أكثر تصريح سياسي استفزني مؤخرا في يعني. يكون الاستفزاز إيجابي أم سلبي؟ لا فهمت. فهمت، بس مني يعني في كتير يعني انتبه اليوم انه كتير امور واحد تستفزه، بس انه في عندي شيء الان براسي مزبوط. تعرفي يعني اخر 3 جماع هذا اذا بدك الاهتمام اللي عم بيصير بفلسطين وهيدا. نسينا ما الوضع الحالي عن بلبنان. جد نسينا يعني اكيد اليوم هيك انه برجع بقول لك يعني الكلام عن موضوع النازحين من اشخاص ما كانوا يحكوا عن الموضوع يلي كانوا يدافعوا عن رياض سلامة، واليوم صار بدهم يزايدوا عليك. بس ما عندي شيء براسي هيك. مين هو السياسي الأكثر ذكاء على الساحة اللبنانية؟ هيك هلا كل واحد عنده وجهة يعني نظر. بيقولوا إنه بالسياسة لازم يكون في ذكاء. اكيد بده يكون في ذكاء يعني بالسياسه يعني، بس اذكى انه في اذكياء كثير يعني. بس انه كمان ما بدي احكي عن شخص انا بحبه بصفي شغلي وكأن انه ايه لانه انت لا، بس انه اذكى مش اذكى، بس انه بين يعني في اكيد في اشخاص كثير ذكيه بالسياسه بلبنان. في الوزير باسيل، في الرئيس بري، في السيد حسن، في منهم بلاقوا وليد جنبلاط. اكيد في عندك ناس يعني كمان خلص واضح انه منهم من ضمن قائمة الأذكياء. منهم احسن ما احصرهم بشخص مين واحد. هو الخصم السياسي اللي بتقله دعانك ما تكون معنا بالتيار لأن أفكارك كتير بتشبهنا؟ هل بتلاقي حدا هيك عنده أفكار بيشبهكم أو بيشبه نهج التيار؟ ايه مش هلا ما عندي، بس انه في اشخاص اكيد بتحترميها بيجي ما بعرف. يمكن انا بتذكر انه بالانتخابات لانه كان رابع بعض، لانه جاد غصن مثلا ما كان يضايقني ابدا. ما كان يضايقني. اوكي هلا هو كان
عنده فكرته انه الكل مسؤول وما عم ما عم يعمل فرق بين فريق وفريق، بس انه كمان بتحس انه من جوا صادق مع حاله انتوكا و وهيك وقريب. قدامك في هول ايموجيز. اول ايموجي هو فيس عم بيبكي. مم. لمين بتقول وضعك يا زلمه مؤخرا بمكه؟ انه واضح انه وضعه ببكي للف- لفريق القوات يعني، عن جد يعني انه اليوم شو بينزعل عندهم عليهم. طرحة، ايه انه واحد بده يتحرك بده يعمل شيء، ما بيسوى يضل قاعد وشو اسمه وما عم يعمل شيء وطرق نظريات كل النهار وفينا وانت منك قادر تعمل شيء يعني، انه خلص تحرك عمول شيء يعني. او لك شعار اللي فينا وبدنا تحول لما خلونا، او هن اصلا فيهم وما بدهم، او ما بدهم وفيهم. ليك هنا اصلا ما في من اول كذبه يعني، شو فينا وبدنا يعني، يفسر لي كيف في، ما هيدي الشغله بتعرف شو انه الحلو انه قبل الانتخابات كنا نعمل نقاشات طويله عليها هيدي الخبريه هذا الشعار، لانه عارفينه نحن انه ما بينعمل، انه كيف بدك تعمله انت كم نايب بدك تجيب، مين هن حلفائك، مين هن بقى. تصور يعني كيف بيتعاطوا مثلا انه نهجم على الوزير باسيل بطريقه شرسه، تساليه وقفرها نفس بيير السؤال، بوعاسة. تسأليه نفس السؤال عن الوزير وليد جنبلاط بيبقى ياخدين نفس الموقف التيار والاشتراكي. هي بتعرف نحن الوزير جنبلاط بنحبه كتير وبنختلف نحن. يا حبيبي شد حالك، ليش هون بتبقى عامل لي حالك مطلع ضفيرك واسنانك وبدك تاكل هيدا، وهنيك تبقى مثل لبسان وعم تفرفك بايديك في حق، بيبقى الموقف ذاته. هلا الموقف من موضوع الجنوب والمقاومه بصير يعمل لي هيك، ليه؟ ليه هون عندك موقف بدك تكسر وبتستشرس، ومن تاني ميل تبقى عم تفرفك بصبيعك وعم تنقي كلماتك ومنحبه لا حبيبي، العالم يعني الشمس شارقة والناس قاشعة، كيف تتعاطى هون بنفس الموضوع بتتعاطى فيه هون وبتتعاطى فيه هون. شو تعليقك على بيير بوعاسة بالهجوم على الوزير باسيل؟ وخلص عم يحكي يعني خلص، بعد بدنا علقنا عليه على السوشيال ميديا. بكفي. ايه بكفي انه عم يحكي عن موضوع الشرف، عيب عليه يعني، انه ما حلو واحد يفوت بالشخصي، خاصة من واحد صاير اللي صاير معه يعني. ماشي. طيب تاني ايموجي هو فيس مصدوم. مين من السياسيين صادمك؟ هيك صادمك، يعني صدمة كمان فيها تكون إيجابية وفيها تكون سلبية. لا يعني هلا صادمني منه صادمني، بس انه موقف الوزير جنبلاط هلا بهاي المرحلة كيف طلع دغري قال حط حاله انه انا هون وهيدا، ايه انه واحد بيقول انه والله شغلة ايجابية يعني، مش انه آه، انه برم وبلش يتشاطر دغري راح وهذا، ستريت. دغري قال انا هون بهي اللعبه خلص ما حدا. ثالث ايموجي هو فيس معصب. شو يعني معصبك؟ موقف، تصريح؟ آه. اللي معصبني اكيد اللي عم بيصير يعني، عم شوفه كل يوم، المنظر المشهد اللي عم نشوفه كل يوم على التلفزيون هذا شيء لا يحتمل يعني، عن جد ما بعرف انه هيك كل يوم هالمشهد دمار ورخص لبني ادم اولاد شرف. فهيدي قصه انه العادي نشوف اولاد مش هالقحين ومربوطين يعني هيدي الشغله ما ممكن واحد عن جد، شو هالظلم اللي عم بيصير. وبعدين مين بيطلعوا هن ذاتهم اللي بيحكوك عن حقوق الانسان وعن الديمقراطيه وحريه الاعلام، لك اي وينهم هول؟ لك اذا في شغله منيحه بهيدي الحرب انه فضحتكم كلكم فضحتكم، شعوبكم فضحوكم، كميه الناس الموجوده بالشارع اللي بطلتوا. انتم كنتوا مفتكرين انه والله كامشين نحن بعد التلفزيونات وهول بي بي بيوصلوا لنا وجهه نظرنا، ايه انه خلص بكفي هاي بتربحنا الحرب. ايه تفاجأتكم مواقع التواصل الاجتماعي وعملت ثوره. هذا شو اليوم عم نحكي انه في جيل جديد كله سوا متعاطف مع القضيه الفلسطينيه سوا، انه
يعني بعرف انه نحن بلبنان خاصة من جيلنا اللي عاش الحرب عنده مآسي مع الفلسطينية وحروب ومجازر، بس انه اللي تحتنا اللي عمرهم اقل منا تلاقي اجيال بكل بلبنان وبرات لبنان وباوروبا وبالدول العربية انه ما قدروا بقى يتحملوا هذا المشاهد البشعة والكذب والدجل. بقى ايه هذه الشغلة اكثر شيء معصبتنا هاليوم. وبتعرف منظمة حقوق الإنسان والقانون الدولي خلاص عيب والله الإنساني العظيم، يعني هول عن جد يسكروا دكانتهم يفلوا بيقولوا بقى. لك انه اهتم بالنازح، احنا حاطين مثل اهتم بالنازح وتعاطف معه و بتروح بتشوف المشاهد تبع الاطفال ما بيتحرك لهم جسم. لا يعني هيدا بقول يعني بفتكر كلياتنا اليوم اللي عم نحضر عنا هيك نوع من الحزن من الاكتئاب، انه خايف شو عم بيصير، انه وين صارت الانسانيه، وين صارت هيدي البشريه، انه كيف هيك عالم اولاد كل يوم عم بموت. بيجي واحد قال شو قال بيبرر انه ضرب حد مجمع ابنيه، ايه قال لانه شاكك بوجود حدا من حماس هنيك. اخي كيف يعني بتقتل 400 زلمه مشان يمكن في واحد هنيك؟ ولو هيدا الجيش الذي لا يقهر، هيدا الدقة، هيدا البروفيسيوناليزم اللي كنتوا بتحكوا عنه عن الجيش الإسرائيلي صار همجي أكثر من أكثر دكتاتوريات بالعالم. نغير اخر ايموجي، هو فيس عم يضحك. لمين بتقول يا زلمه خلص ما بقى فينا من الضحك، ضحكتنا كتير كتير. لمين نقولها يعني؟ انا عرفت مين. شو؟ انا لا دغري عرفت مين. خلص بلاها احسن. لا ليك انه في مواقف، في مواقف اشخاص بتضحك يعني، ما في بس بس فريق يعني، مش انه الموضوع محشور بحدا، هي مات موقف هيك بضحكك بتذكري شيء بتقولي لك هيدا وين كان وين صار، يعني بتضحكي بتضحكي عليه للموضوع بس انه شخص سبيسيال واحد لا. في عدة مواقف. اشخاص مواقف يضحكوك يعني، بصير بينك وبين حالك تقولي لك هيدا وين.